السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين؟ إن شاء الله كله بخير. اليوم جابت لكم تجربتي مع خلطة أعجوبة. زين، هاي الخلطة شنو؟ طبعا هاي الخلطة قد ما شفت تعليقات عليها ومنشورات وفيديوهات، وهواية بنات يعني أعرفهم قالوا هاي الخلطة زينة، إذا ما تنفع ما تضر، لأن هي مجموعة من الفيتامينات. طبعا صناعتها باكستان. أول مرة من جبتها كان وياها أوبرا وكان وياها كبسولة أفتحها عليها، بس هالمرة من جبتها هالمرة من أبو الأعشاب ما وياها هاي السوالف. بس هذا مو يعني مو أصلية، لا الأصلية، بس احتمال ما محدثة. المهم، ذيك مرة جبتها من الكوزمتيك، هالمرة جبتها على مود أعيدها حتى أحافظ على وجهي. هذا شكل الخلطة، تجنن، وطريقة استخدامها يومية بالليل، تخلوها والصبح تغسلوها. طبعا اكو وياها صابونتها بس انا ما جبتها بصراحة لان عندي صابونة. الصبح ترطبون وجهكم كالعادة. زين، هسه تقولون شنو نسوي؟ توخر الكلف والحب مال الشباب واثر الحب، اوكي، وتقضى على المسام الواسعة يعني الموجودة بالوجنات، وحتى اللي على الأنف وعلى الذقن. توحد لون البشرة، وتقضي على النمش والتصبغات، تمحيها نهائيا. الكلف تمحيه، بس تستمرون عليها. وشنو تسوون؟ تاخذون مشروب البنجر اللي هو احنا نسميه الشوندر والجزر، تخلطوهن سوا بالخلاط واشربوه حتى تعالجون الكبد، لأن الكلف والتصبغات تجي من مشاكل الكبد. زين، وتستخدمون هاي الخلطة وتشربون هذا المشروب، راح تقضون على الكلف نهائيا. زين، هسه تقولون شلون راح نعرف هاي الخلطة أصلية؟ أول شي تاخذوها من محل أو كوزمتيك موثوق بيه، يعني تثقون بيه ومنتجاته، تاخذوها الأصلية. حتى شنو؟ مو حتى ما تنضرون، لا، حتى تحصلون على نتيجة حلوة ونتيجة دائمية. طبعا تقدرون تستخدموها لغير مناطق، مو بس الوجه، سواء كانت الرقبة أو الكوع أو الركب أو المناطق الحساسة، كلش تشتغل على هاي الأشياء. اوكي، بعد شنو تعالج المسامات قلنا، وتعالج الندوب اللي تكون عميقة، يعني عندها قابلية انه تخفف من الندوب، مو تمحيها. نعرف كلنا كل زين انه الندوب العميقة لازم تقطع الياف، بس هاي الخلطة راح شوية تمدد الجلد عندكم، يعني تقلل من الندوب. اوكي، وتستخدمون تقدرون وياها صابونتها او اي صابون او غسول خاص بوجهكم ومناسبكم. طبعا لازم ترطيب، ولازم واقي شمس بالنهار، ومن الصوبة ومن اشعة الشمس ومن الضوء، حتى الضوء اللي بالبيت لازم تستخدموا له واقي، لان نفس الشي يضر. اوكي، لهنا يخلص الفيديو. اكتبوا لنا منو مجربها ومنو فادته. احبكم وباي باي.